منتخب أوروغواي، والذي كان قد افتتح باب التسجيل في هذا اللقاء في الدقيقة 21 عن طريق لاعبه ماكسيميليانو بيريرا، مسجلا الهدف الأول لمنتخب أوروغواي، بينما ثاني أهداف منتخب أوروغواي جاء في الدقيقة 42 من زمن هذه المباراة عن طريق لاعبه كريستيان ريكاردو ستواني، الذي سجل الهدف الثاني والذي به انتهى الشوط الأول من هذه المباراة. في الشوط الثاني تمكن منتخب أوروغواي من إضافة 3 أهداف. الهدف الثالث جاء عن طريق نيكولاس لوديرو في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، بينما الهدف الرابع لمصلحة منتخب أوروغواي جاء عن طريق كريستيان رودريغيز في الدقيقة 77 من زمن هذا اللقاء. الأخطاء الدفاعية كانت حاضرة في الأهداف الأربعة، أما أجمل أهداف المباراة فكان خامس الأهداف عن طريق نجم فريق باريس سان جيرمان نابولي سابقا إديسون